اسمع استعحالك، اسمع استعحالك ولا استعحالك. اذا ما اذا بتجيب سيرة النبي ثاني مرة فعلا بربيك. استعحالك عن جد، استعحالك. اوعى تجيب سيرة النبي، ترى في كتبك اصلا. اسمع، في كتبك لسه تزوجوا اقل من ذلك. اوعى تجيب سيرة النبي، دير بالك تجيب سيرة النبي. بدك تسأل باحترام، من الادب والاخلاق تسأل باحترام. اما بتجيب اسمع اذا بتجيب سيرة النبي ثاني مرة بسوي قص عليها. اوعى تجيب سيرة النبي. اتكلم معي صبي. اسف لا احنا حبيبي انت محترم، بس اسف هو ما كان قصده. اسف لان انا اتكلم معكم باحترام، ما اسأت لك واسأت لدينك. طيب بدك تتكلم اتكلم باحترام، خاصة النبي. انا عندي النبي خط احمر، ما حد يتكلم عن النبي. بدك تسألني اسألني، انا بجاوبك. بالنسبة لزواج النبي صلى الله عليه وسلم انت نفسك مش فاهم. تعرف ليش مش فاهم؟ لانه كلمة اسمع تقطعش من مرة. كلمة زواج انت نفسك مش عارفها. بدي اسألك سؤال بالله، شو معنى زواج؟ كيف المرأة تتزوج؟ شو معنى زواج؟ جاوبني الان امام المتابعين. بتعرف؟ جاوب تفضل. حتى انا بعد ما لي علاقه، بعد انا ما اعرف شنو معنى. طول ما انك ما بتعرف كلمة زواج لا تتكلم. انت الان تستهزئ بالنبي. والله شو هذا؟ ما تستهزئ. والله ما قصدي. اذا انت الان امام اسمع اذا انت الان ما تتكلم لو سمحت. الان اذا انت امام المتابعين لم تستطع ان تجيب كلمة. سألتك شو معنى زواج ما عرفت. اذا انت تزعلش جاهل في هذه المسألة. كلمة زواج خلينا نكمل، لا تقاطع. كلمة زواج لما نقول زواج بمعنى أن المرأة تكون بالغة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج صفية كانت بالغة، وكان قديما. لا مو بالغة. دقيقة شوي. كانوا قديما لما المرأة تبلغ في سن صغيرة. شو يعني تبلغ المرأة؟ بتعرف شو معنى تبلغ المرأة؟ تبلغ المرأة لما تبلغ لما تحيض. أحسنت. إذا لما كلمة تبلغ المرأة أحسنت. إذا بين قوسين النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج صفية كانت بالغة. إذا يجوز له أن يتزوجها ولا ما يجوز له أن يتزوجها؟ يجوز أن يتزوجها. الشاقة والله أنت بس تشوك يعني تشوك. والله العظيم أحب